في وقت اللعب، في العتمة. It's okay. هتسمع همسة بسيطة. They need to hear this. الهمسة دي ممكن تتحول لكابوس. مع صوت أغاني الأطفال القديمة، أغنية هتحسسك بالبراءة من براها، ولكن معناها بيقول حاجة تانية خالص، لأنها في الحقيقة عبارة عن تحذير. فبتلاقيها بتقولك لو سبت الباب مفتوح شوية أو حتى ما قفلت الشباك بيتكم كويس، ففي شخص اسمه ذا ويسبر مان هيجي يخبط عليك. If you leave a door half open, soon you'll hear the whispers spoken. والغرض مجهول، فالأجواء دي بشكل مفاجئ بتتحول لأجواء مرعبة، وده بالظبط اللي هنشوفه في فيلم نتفليكس الجديد ذا ويسبر مان. فيلم ذا ويسبر مان شايل أسماء تقيلة جدا زي حبيبنا وحبيب الملايين روبرت دينيرو، وطبعا دينيرو غني عن التعريف. معاه كمان ميشيل مونهان وادم سكوت، ومن كتابة بن جاكوبي اللي قدم لنا فيلم ذا فيرست اومن، وكمان معاه في الكتابة تشيس بالمر اللي كتب لنا فيلم ات قبل كده. وفيلمنا من اخراج جيمس اشكروفيت اللي قدم لنا افلام قبل كده زي فيلم ذا رول اوف جيني بن وفيلم كامينج هوم ان ذا دارك. كل المبدعين دول اجتمعوا علشان يحكوا لنا قصة فيلم ذا ويسبر مان اللي احداثه بتدور عن تحقيق في قضية قاتل متسلسل الناس فاكراه اتسجن من زمان، والقصة انتهت على كده. ولكن بشكل مفاجئ مازال في أطفال لسه بتختفي، والأغنية اللي كانت مجرد فولكلور بترجع تاني للواقع. والمحقق اللي كان أول واحد قبض على ذا ويسبر مان بيرجع للخدمة مرة تانية علشان يواجه الكابوس. فيلمنا مقتبس من رواية بنفس اسم الفيلم للكاتب أليكس نورث، وتم نشر الرواية دي سنة 2019، ودخلت كمان قائمة نيويورك تايمز كواحدة من الروايات الأكثر مبيعا وقتها. وهي عبارة عن مزيج بين قصة غموض مرعبة ودراما عائلية مؤثرة. وملخص سريع جدا للرواية، فهي كانت بتحكي عن توم كينيدي، راجل خسر مراته بشكل ما وعنده منها ابن صغير اسمه جاك. جاك نفسه بيحاول يتأقلم على فقدان أمه، ولكن توم كينيدي بياخد قرار إنه ينقل هو وابنه لبلد صغيرة اسمها فيزرباك علشان يبدأوا حياتهم من جديد بدون أي ذكريات من البلد القديمة تكون مسيطرة عليهم. ولكن المشكلة الأكبر إن البلد دي عندها ماضي مظلم من سنين، لأن كان فيها قاتل متسلسل بيخطف الأطفال ويقتلهم، والقاتل ده اسمه ذا ويسبر مان. واسم ذا ويسبر مان جاي من الهمس، لأن كان بيهمس على الشبابيك بتاع الضحايا بالليل قبل ما يخطفهم. القاتل ده اتقبض عليه طبعا حسب أحداث الرواية، وهو لسه مازال في السجن. ولكن بمجرد ما توم كينيدي وابنه جاك بيوصلوا البلد دي بيحصل حادثة اختطاف لطفل صغير في سن جاك تقريبا. وكمان طريقة اختفاء الطفل ده شبيهة جدا لطريقة خطف ذا ويسبر مان للأطفال، وده حدث مثير جدا للشكوك. طبعا الرواية مش بس عبارة عن أحداث مرعبة وجريمة طول الوقت، ولكنها كمان بتتكلم عن العلاقة العاطفية بين الأب والابن، وبتتكلم عن الحزن والصدمات اللي بتتوارث عبر الأجيال. ونهاية الرواية نفسها هي نهاية مفتوحة ومليانة مفاجآت في حبكتها، لدرجة ان النقاد نفسهم وصفوها وقتها انها مرعبة ومؤثرة دراميا في نفس الوقت، وتم تشبيهها باسلوب ستيفن كينج. في المجمل كده في ممثلين اقوياء جدا، ورواية مليانة احداث شيقة، مش مجرد قصة قاتل متسلسل مبتذلة ومحروقة، لا، عندنا قصة قوية ومتماسكة، وكمان عندنا مخرج يعتبر متخصص في النوع ده من الافلام، وعندنا كمان انتاج ضخم جدا من منصة نتفليكس وشركة AGBO. شركة AGBO دي حبايبنا هي شركة انتاج مستقلة اسسها 2 اخوات اسمهم انتوني وجورتسو، اسسوها سنة 2017. ولو الاسم مش مألوف عليك فهم المخرجين اللي عملوا فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سوليجر، وكابتن امريكا سيفل وور، وافنجرز انفينيتي وور، وافنجرز اند جيم، وفيلم اكستراكشن 1، وفيلم اكستراكشن 2، وفيلم ذا جراي مان. فكل حاجة مطلوبة علشان نطلع فيلم ناجح موجودة. فهل هنقدر نشوف عمل محترم يستحق كل المجهود ده؟ ده اللي هنعرفه من فيلم ذا ويسبر مان. فاستنوا مراجعة شيقة جدا عن الفيلم، وتقدروا طبعا تشوفوه دلوقتي على منصة نتفليكس. وبس كده هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.